حقيقة أستمرئ من يعني يعمد إلى أسلوب المسرحيات السمجة السخيفة هذه، أنه يخابر واحد ويقول أنا الشيخ تركي من ما أدري وين القصيم الرياض من وين قال، المهم حسب ما يعني ما نقل، أنه أنا الشيخ تركي وما أدري كذا، وهكذا يتكلم بمنطقهم على أساس كأنه واحد من مشايخهم الكبار، وهذا الرجل بدأ يقترب إلى التشيع ويسلم بفضل هذا كمال الحيدري، وأنه بالفعل هز العقيدة وأنه كذا وكذا. وثم انكشفت القضية أنه كانت مسرحية، واحد شاب شيعي يتقن أنه يعني يقلد أصواتهم، وكان يحضر البالتوك والإنترنت وما أشبه، قام بهذا العمل. هذه مسرحيات سخيفة. نحن لسنا بحاجة لكي نبين أننا نحن على حق وأن مذهبنا على حق أننا نعمد إلى مثل هذه المسرحيات السخيفة التي تهدم كل ما نبنيه، لأنه معلوم أن الطائفة البكرية هي التي تعمد إلى أسلوب المسرحيات. يجيبوا لك بالإنترنت وبالفضائيات مالتهم أنه فلان المهتدون، ويجيب لك واحد على أساس هذا شيعي الأصل وكذا ويتكلم، ومن منطقه تعرف أنه ليس شيعيا، لم يكن شيعيا وإنما يمثل. فلماذا تعمدون إلى نفس الأسلوب؟ لأنه هذا اللي زعم أنه تركي أو الشيخ تركي ما أدري كذا، هذا بنفسه كيف انكشف من منطقه أنه كان يخطئ الظاهر في بعض الأمور أو يتكلم في بعض الأمور التي واضح أنه ليس من تلك البيئة، وإن كان صوته يقلد أصواتهم أو يشبه أصواتهم. هذه مسرحيات سخيفة. وما أدري أنه الادعاء بأنه وضعوا جائزة 1,000,000 ريال سعودي لمن يرد عليه وكذا، يعني هذه الأمور تسيء. اجعلوا الأمر علميا دقيقا بلا مثل هذه البهلوانيات. فمن يتصدى بمثل هذه الأسلوب يعني لا ينبغي له أن يتصدى حقيقة. على أنه أنا كما قلت أنا الإنصاف يعني لم أتابع كل ما قال، تعلمون وقتي قليل، ولكن سمعت أنه بعض ردود الفعل أنه أكو استحسان تجاه ما طرحه، هذا أمر جيد، ولكن مع وجود هذه النقائص والاختلالات فلا ينبغي التصدي، خاصة أنه لوحظ أنه كان عنده أخطاء يعني في كثير من الموارد.